عاملين ايه؟ معاكم آلاء في السيشن التاني من كورس الديجيتال ماركتينج. آخر مرة أخدنا الديجيتال ماركتينج والفرق بينه وبين التراديشنال ماركتينج، وخدنا أنواع الماركتينج بشكل عام، وقلنا كل واحدة فيها هندرسها بالتفصيل. وإن شاء الله هنبتدي الجزء العملي من السيشن القادم، وأتمنى إن انتوا تكونوا صاحيين وكل حاجة بندرسها تكونوا بتذاكروها واحدة ورا التانية، لأن العملي مختلف، بس لازم تكون عارف كل حاجة عن الماركتينج قبل ما تبتدي. ما نطولش، خلينا نبتدي. في السيشن التاني هنعرف ايه اللي ممكن نتسوق له. تفتكروا لو احنا عايزين نسوق حاجة او عايزين نبتدي بيزنس او حد طالب مننا تسويق بشكل عام، ايه اللي ممكن يتسوق؟ كل حاجة ممكن تتسوق، حتى البني ادمين او الانسان بشكل عام ممكن يتسوق. انت لو جايلك مدرس وعايز ان هو يتشهر ويتعرف بين طلابه، او دكتور وعايز ان هو يتعرف في بداية حياته، فكل حاجة ممكن ان انت تسوقها، سواء او انسان او اي شيء تقدر ان انت تسوق له. ونيجي هنا نعرف ان العميل في منه نوعين، لا إما مستهلك لا إما بيزنس، فبنقسمهم business to business, client to client, business to client و client to business. كلنا محتاجين بعض في نهاية الأمر. لا إما أنا عندي شركات ومصانع وعايز أتبادل مع نفس الفئة اللي هي البيزنس اللي عندها شركات ومصانع، لا إما إحنا الاتنين مستهلكين، بس في نفس الوقت إحنا كل واحد فينا بيقدم خدمة نقدر إن إحنا نتبادلها سويا. لا إما الحاجة المنتشرة واللي بنشوفها إن صاحب مصنع أو صاحب بيزنس كبير بيدي للمستهلكين الصغيرين اللي زينا، أو client to business. client to business واللي هي أقل انتشارا، اللي هو البيزنس كبير بس محتاج عملاء صغيرين يقدروا إن هم يوزعوا منتجاته وفي نفس الوقت يستخدموها. فاحنا ما بنبصش للسوق، احنا بنبص للعميل هو عايز ايه. فانا كديجيتال ماركتينج وهشتغل في الماركتينج، انا ما ببصش للسوق، انا ببص للعميل. زي المرة اللي فاتت لما قلنا لو هو عامل دايت، فانا حاليا هحاول اوضح له ان المنتج بتاعي ايا يكن هو المنتج ايه، سواء لبس سواء اكل anything، هو هيساعده في الدايت. فبينقسم احتياجاته لحاجتين، لا اما needs لا اما want. وهنا نيجي نعرف ايه الفرق بين اللي هي احتياجاتي الأساسية، أما الوانت الحاجات اللي أنا عايزها، الحاجات اللي بتزيد عندي كل ما رفاهياتي بتزيد. فأنا لو زدت النيد عادي ممكن أوفرها وتقتصر على حاجات معينة، أما الوانت دي اللي الحاجات اللي أنا بوريها للعميل اللي هو خليه عايزها وعايز يشتريها. طب أجي هنا وأشوف بيقرر يشتري مين صاحب القرار. صاحب القرار ممكن يكونوا ناس كتير وممكن أكون أنا بس. يعني إيه؟ يعني أول حاجة أنا شفت المصدر الحاجة اللي هشتريها، وليكن شفتها على النت، فقررت أو أثرت في نفسي إن أنا أخليها من الوونتس بتاعتي وأنا عايزة أشتريها. يعني أنا شفت فون وأنا أوريدي معايا فون، طب إيه اللي يخليني إن أنا عايزة أشتري ده؟ لا، ده أنا أثرت في نفسي وقلت لنفسي إن أنا لازم أشتريه، علشان هيكون هكون محتاجاه في ايه انا مش عارف، بس انا هكون محتاجاه. ممكن يكون الكلام الكونتنت شدني، ممكن يكون البرودكت شفته بشكل مؤثر فعجبني، فابتدي ان انا اقرر. بعد ما اقرره ان هكون برضو انا المستخدم اللي هيستخدمه. فعشان اعرف مين اللي بيقرر يشتري لازم اعرف مين بيقرر يشتري. انا اللي بقرر اشتري، ممكن يكونوا كلهم فيا وحدي وممكن يكونوا في ناس تاني. يعني وليكن في عروسة عايزة تتجوز، فأهم حاجة جهاز. فحد من عيلتها شاف حاجات كتير وعليها خصومات، فهو كان ده المصدر اللي هيبتدي ان هو يأثر وليكن في أهلها ويقول لهم، هيبتدي ان هو يأثر فيها ويقول لها ده عليها خصومات كتير. فكانت هي المستمع. مين هيقرر؟ طبعا اللي هيقرر اللي هيكون معاه فلوس، وليكن والد الشخصية دي هو اللي هيقرر. اما مين المستخدم؟ فالمستخدم هي العروسة. فبالتالي هنا كان في اكتر من شخصية وكلهم ممكن تكون انت.
فعشان كده لما اجي اعرف مين بيقرر الشراء ممكن يجي في بالي حاجتين، لا اما دول عدة اشخاص، لا اما شخص واحد هو هيقول لنفسه ان انا محتاج البرودكت ده ولازم ان انا اشتريه، لا اما مجموعة اشخاص هيقرروا سوا وهيبتدوا ان هم يشتروه. فعلشان اعرف اشبع احتياجات العميل من 4 حاجات أساسية بقدر إن أنا أعملها، فبالتالي أشبع احتياجات العميل الخاصة بيا. واحنا قلنا إن كل حاجة بنبصلها هي العميل. طب ايه هم أعرفها الخاصة بالمزيج التسويقي؟ هم قلناهم إن هم 4 حاجات، فبالتالي أول حاجة منهم، تاني حاجة البرايس أو السعر اللي هديهوله. يعني انا عندي منتج لازم احط له سعر، وبعد كده ابتدي في البلاس اللي هو التوزيع والاماكن اللي المفروض استهدفها يكونوا فعلا محتاجين الحاجات دي. مش هروح ان انا اوزع برودكت مرفه جدا عندي ناس حالتهم المادية ليست على ما يرام. آخر حاجة الترويج أو البروميشن، ازاي اروج للمنتج بتاعي. يعني انا عندي منتج حددت سعره، ابتديت انا اوزعه في المكان الصح وحددت منطقة التوزيع، هبتدي ان انا كمان اروج هذا المنتج الخاص بيه، كيف ان انا اعمل له ترويج في المكان الصح علشان ما اروحش اوزعه في مكان ملهوش لازمة فكل مجهودي التسويقي يضيع. ونرجع لسؤال، انا بشتري المنتج ده ليه؟ اكيد ان انا شفت فيه فايدة علشان كده اشتريته. ايه الفايدة دي اللي تخليني اشتري المنتج؟ في حاجة اسمها 3 مستويات لأي منتج. يعني ايه 3 مستويات لأي منتج؟ اي منتج ليه 3 مستويات. المستوى الأول اللي هو المنتج الفعلي، أنا هشتري فون ليه؟ عشان بيتكلم، أكيد بيرن، أكيد بيعمل تواصل، فدي الحاجة الأساسية فيه. تمام، دي أول حاجة اللي المنتج الفعلي بيعملها. بعد كده الأساسيات والمزايا بتاعته، يعني الفون ده يقدر يدخل على النت، الفون ده يقدر يحدد لك لوكيشن أي حد الفون. أبتدي إن أنا أدي مزايا للمنتج، أدي مزايا كتير، مساحته كبيرة، الكواليتي بتاعته بتاع الصور حلوة جدا، فابتدي إن أنا أديله أكتر من شيء. 3 مستويات لأي منتج قلناهم. المنتج الفعلي يعني الفون ده بيعمل ايه؟ الفون ده مثلا بيرن، فدي الحاجة الفعلية الخاصة بيه. بعد كده ابتدي ان انا اديله الاساس بتاعه والمزايا الخاصة بيه، زي ان هو يقدر يدخل على النت في اي مكان، الشبكة بتاعته حلوة جدا، الاتصالات بتاعته سريعة، وابتدي ان انا اديله. خلاص كده اوقف؟ لا، ده انا ادي خدمات كمان. يعني التوصيل يوم الخميس مجاني، هتاخد معاه ايربودز مجاني. فدي ال3 مستويات لأي منتج. المنتج الفعلي والأساسيات أو المزايا. وعلشان نعرف إن أي منتج أيا كان إيه هو ليه دورة حياة. أي منتج ليه دورة حياة. أي منتج ليه دورة حياة زي الطفل العادي، هو بيكبر، بيبتدي إن هو في فترة شبابه بيكون حاجة كبيرة وبيعمل كل حاجة، يبتدي إن هو يوصل لخلاص فترة التعب والكهول والكبر في السن، فيبتدي إن هو يقعد ويكون الضوء على من بعده اللي هم في السن اللي طالع لسه صغير، هكذا. فأي منتج بهذا الشكل بيبتدي إن هو يطلع، الناس تنبهر بيه، يطلع لأعلى مستوى. بعد كده أول ما يبتدي ظهور منتج تاني نرجع تاني خالص إن المنتج هيبتدي إن هو يختفي. عشان كده الشركات اللي كانت معتمدة على برودكت واحد بتختفي فعليا، زي نوكيا مثلا. نوكيا ليه اختفى؟
نوكيا اختفى لأن هو ما بيطورش في نفسه، ولأن هو معتمد على حاجة واحدة بس. يعني انتوا مشفتوش من نوكيا أجهزة كتير أو اختراعات كتير أو إعلانات كتير، لا بالعكس، هو اختفى بسبب إن هو طلع فترة وبعد كده خلاص دورة الحياة بتاعته خلصت. عشان كده احنا بنشجع إن يكون أكتر من منتج. لما أجي أسوق لأكتر من منتج، أسوق لحاجات كتير. ولما تكون شركة تعمل أكتر من حاجة. ليه؟ منتج طالع ومنتج نازل، منتج بيبتدي دورة حياة ومنتج بيرجع من دورة الحياة، فخلاص في منتجات طالعة ومنتجات نازلة، فالوضع كويس إلى حد ما. غير إن أنا أعتمد على منتج واحد، هذا سيء جدا. زي مثلا سامسونج وآيفون. سامسونج وايفون عملوا حاجات كتير جدا، عاملين تليفونات، تلفزيونات، تلاجات، كل حاجة دخلت فيها سامسونج وايفون وبقت سمارت بكل الاشكال. فبالتالي لو منتج عندهم مش كويس، يعني حاليا في انواع كتير من الفونات فيها اخطاء في سامسونج، في اخطاء في الشبكة، في اخطاء في التصنيع، ومع ذلك الناس مش بتلاحظ هذا بكم كبير بسبب ان في منتجات تانية بتغطي على هذا المنتج. علشان كده بنقول دايما ان المنتجات محتاجة ان هي تساعد بعض، وانت كماركتير لازم تبقى فاهم كويس انت بتحط خطة الماركتينج على اي اساس، انت بتعمل ايه، انت ايه المنتج اللي هيفيرال معاك وايه المنتج اللي هياخد وقت ومش هيتباع تاني. ومع ذلك في شركات بيكون عندها منتج ما مش بيتشرى، ولكن مخليينه، لأن اللي بيشتري منتج كبير مثلا لازم هيشتري المنتج ده معاه، فبيسيبوه. طيب أنا دلوقتي كشركة كبيرة وعندي بيزنس كبير وعندي راس مال كبير، هل يا ترى استخدم الديجيتال ماركتينج بس وما جيش عند التراديشنال ماركتينج؟ لا، شركات كتير من الشركات المعروفة بتستخدم النوعين من الماركتينج، لأن على أن التراديشنال ماركتينج فيه عيوب كتير، ولكن بيوصل برضو لنسبة معينة من الناس اللي هي اتعودت عليه، وليكن الفئة الكبيرة اللي أنا برضو أحيانا بكون لازم إن أنا استهدفها، فبالتالي بشوفها وبحاول إن أنا استهدفها. فمعظم الشركات الكبيرة بتستخدم النوعين، ولكن أحسن حاجة في الديجيتال ماركتينج فكرة الكستمايزيشن، ان انا اقدر احدد اي فئة انا عايزها. قلنا السيشن اللي فات اقدر احدد السن، اقدر احدد العمر، اقدر احدد الفئة، اقدر احدد المكان. كل ده بيساعدني. قلنا ان احنا اخدناهم بكل الاشكال انواع الماركتينج، وكل حاجة فيهم بتساعدني. ولكن التسويق لحد كبير بيختلف من دولة للتانية. يعني ايه بيختلف من دولة للتانية؟ خلينا نعمل مقارنة بسيطة كده. لو هعمل مقارنة بين مثلا الدول العربية، بريطانيا بتصرف 50% بشكل كبير من مدخلاتها في التسويق. يعني ايه؟ يعني بريطانيا مهتمة جدا بالتسويق الإلكتروني لدرجة بتصرف 50% من دخل في التسويق. أمريكا كذلك 60% من مدخلاتها بتصرفها في التسويق. أما احنا كدول عربية تقريبا من 15 ل 16% كدول عربية 100 بنصرفها على التسويق. وهذا عشان كده ما بننتشرش بهذه السرعة اللي بتنتشر بيها الدول الغربية. وكانت أكبر سوق لازم نبقى عارفينه في التسويق السعودية من أكتر الناس اللي بتصرف على التسويق بالنسبة للدول العربية بشكل عام، ومن أكبر الناس اللي بتشتري كمان أونلاين.
طب انا كواحد ليه اشتري بيزنس الخاص بيا؟ مش هصرف كمية هذه الفلوس ان انا اجيب مسوقين واجيب ماركتير ليا، فهقدر ان انا اسوق لنفسي. اوريدي كلنا فاتحين نت، اللي هو وقت كبير من يومنا بنفتح فيه نت، فالموضوع بيسهل لي ان انا كمان ممكن اعتمد عليه كعمل اساسي لو فعلا تخصصت في هذا العمل وبقيت معروف في هذا المجال. شركة جوجل بشكل عام بتعمل لنا حاجتين، يعني نظامها بيكون عبارة عن حاجتين، اسمه جوجل للمعلنين وجوجل للناشرين، ودول اللي هناخدهم فيما بعد. يعني أنا كمعلن أنا بستفيد من الإعلان اللي أنا هعمله، خلاص أنا معلن عملت إعلاني. أما إن أنا ناشر بس مجرد إن أنا نشرت، صاحب الموقع هو اللي بيستفيد من اللي أنا نشرته على الموقع الخاص بيه، زي اللي بيعملوا مواقع كبيرة وابتدي إن أنا أنشر عليها، أيوة هيجيلي نسبة أرباح، ولكن صاحب الموقع هو الأكثر استفادة. يعني أكتر الطرق إن أنا أقدر أسوق أو أقدر أستفيد من التسويق إن أنا أعمل إعلانات على الموقع بتاعي. للربح إن أنا أقدر أسوق بالعمولة، يعني هيجي يقول لي على كل تسويق اللي هو بيديك كود، وكل عميل أو كلاينت بيجي من ناحيتك بالكود بتاعك بيكون ليك عمولة. أنا عندي موقع بس أنا ما عنديش منتجات، فابتدي إن أنا أبيع منتجات من على مواقع تانية وأعرضها عندي وخلاص، بس بزود فيها طبعا فلوس، وأي حد يشتريها بشتريها له من على الموقع اللي أنا عارفه واديها له واخد الفلوس الخاصة بيا. او اعلانات موقعي ان انا عندي موقع كبير قلنا وبعمل اعلانات سواء ليا او لغيري. كمان لكل 1000 ظهور جوجل بتدفع لك، او لكل 1000 ضغطة. قلنا المرة اللي فاتت ان الكليكس عدد الضغطات، وكل 1000 ضغطة بتقدر ان انت تاخد فلوس. او بمعنى لو انا عملت اعلانات كاعلانات الملابس اللي احنا شايفينها دي، وان احنا نفتح لوكيشن، كل ما حد يدور عليك هنا في السيرش على جوجل، او كل ما حد يضغط على الاعلان الخاص بيك لحد 1000 ضغطة او 1000 ظهور، سواء ان انت ظهرت. وقلنا ان الظهور مش معناه لسه هناخدها، مش معناه ان انا ظهرت وشافني فعلا، لا، ده انا ممكن اكون ظهرت اول البيج اخر البيج من الجنب محدش شافه اصلا، بس هو الإعلان already ظهر في الموقع. في مصطلحات مهمة جدا دي لازم تتحفظ، وده اللي هتكون التاسك، انك لازم تقولها فويس، مش هينفع ان انت تكتبها، نظرا ان انت لازم تنطقها ولازم تشرح انت فاهمها ولا لا. لان لما تيجي تتكلم او تعمل انترفيو مع اي شركة انهم عايزين ماركتير، فانت بتقعد بتشرح لهم معظم المصطلحات بتتسأل فيها للأسف. يعني قبل ما يشوفوا الوجه العملي الخاص بيك بيشوفوا الوجه النظري، انت أصلا فاهم المصطلحات ولا مش فاهمها. فخلينا نقول مصطلح الامبريشن لسه قايلين عدد مرات الظهور. يعني قلنا الإعلان بتاعي ظهر قد ايه، ودول طبعا انت بتكون متابع الاعلان بتاعك فبتعرف عدد مرات الظهور. هو مش شرط طبعا يكون الكلاينت شافه نهائيا، بيكون ظهر في اي مكان في البيج اللي هو فاتحها، سواء فيسبوك. وقلنا ان في انواع كتير من ظهور الاعلان، سواء على الفون، على اللاب، على تابلت، ايا يكن. فهو ظهر في اي مكان في البيج عندي، ملهاش علاقة هو شافها ولا لا، دي اسمها impressions. هنيجي الكليكس وهي عدد مرات الضغط، اللي قلنا ان جوجل بيحسب فلوس لكل 1000 ضغطة، دي اللي اسمها كليكس. CTR معناها نسبة الضغط على الظهور، يعني الإعلان بالفعل ظهر قدامي وبالفعل أنا دوست عليه، أنا اهتميت لدرجة إن أنا أدوس عليه، فبالتالي الإعلان خلاص ظهر قدامي ودوست عليه. فأنا عايز أعرف
الإعلان ده هيوديني لحد فين؟ طب يعني إيه BBC؟ BBC معناها الدفع مقابل النقرة. يعني أنا بكون ممول الإعلان فبدفع مقابل إن كل واحد يضغط، ومقابل ال1000 ظهور جوجل بيدفع لي. هكذا الماركتينج شغال، أنا باكسب وهو بيكسب. بس أنت لو عامل إعلان غلط فبالتالي مش هيكون في عدد مرات ضغط حد مهتم، فمش هيدخل لك العائد حتى اللي أنت دفعته في الإعلان، لأن ممكن ناس تضغط بالغلط فما تسألش، ما تديش أي انترست بالموضوع، فأنت كأنك بتعمل إعلان بلا هدف. هنيجي بعد كده لCBC. CBC معناه تكلفة النقرة الواحدة. أنا دلوقتي عايز أعمل إعلان إن يكون في نسبة ضغط أو حد يسألني عن الإعلان، فهيكلفني كام؟ ودي اللي بتبقى نسبة الفلوس اللي أنت هتدفعها، الفلوس الخاصة بالدفع. هدفع قد إيه فهيجيلي عائد قد إيه؟ يبقى احنا قلنا CTR نسبة الضغط على الظهور، C وCBM. ميكس CBC احنا قلنا ان هي تكلفة النقرة الواحدة، فالميكس اللي هي أقصى تكلفة للنقرة، يعني كل نقرة بالنسبة لي هتكون تكلفتها كام، هو ده الميكس للCBC. أقصى فلوس هقدر أدفعها ليها. مرة تكلفة ال1000 ظهور هيظهر قد ايه، هدفع قد ايه عشان يظهر لي 1000 مرة. دي تكلفة أنا عارفة إن المصطلحات كتيرة، ولكن حاولوا إن انتوا ترسموهم وتحفظوهم علشان هم دول اللي مهمين. ولما نبتدي إن شاء الله التطبيق العملي من السيشن القادم هنكون محتاجين إن احنا نكون فاهمينهم كلهم. أنا بقسمه لكم على جداول علشان تاخدوا كل جزء مثلا في يوم وتبتدوا إن انتوا تحفظوهم. فابتدي إن أنا بالفعل أحقق الغاية دي، ساعتها أكون وصلت له. CPA زي ما أخدنا فوق CPS فهي تكلفة مقابل كل بيعة. كل بيعة بيكون عليا زي ضريبة صغيرة إن أنا أقدر أدفعها، وبرضه بتاخد نفس الفكرة في SBS، الاتنين نفس المصطلح. الفيوز ودي عارفينها، احنا خدنا عدد مرات الظهور، فلازم ناخد عدد مرات المشاهدة. عدد مرات المشاهدة اللي هي بالفعل هو ظهر، بس الكلاينت شافه، مش مجرد ان هو ظهر في مكان، لا ده الكلاينت بالفعل شافه. CPV تكلفة المشاهدة زي ما أخدنا تكلفة الظهور، دي في تكلفة المشاهدة، وكمان VTR نسبة المشاهدة كام، دي اللي بتطلع لنا في الآخر زي نسبة الظهور وصل لكام، بيكونوا تحت بعض نسبة الظهور ونسبة المشاهدة. SME دي إعلانات البحث المدفوعة، إعلانات جوجل اللي أنا بدفع له علشان الناس لما تعمل سيرش تلاقيني، فبدفع له نتيجة لهذا السيرش. وده زي اللي قلنا في الإعلانات دي لما أنا أدفع لها وأظهر هنا، فبالتالي لما يسيرشوا عني وبيكون لازم إن أنا أكتب كونتنت. كتابة الكونتنت مهمة جدا، إن أنا أكتب وصف تمام وأكتب عنوان تمام. دي الحاجات دي ممكن أساسا تطلعني على جوجل في عملية البحث الأولى وما كنش دافع فلوس، ما كنش مموله، ما كنش عامل له أساسا ماركتينج من الأساس، ويطلعني بالفعل. علشان كده لازم ان انا اهتم بكتابة الكونتنت، وان شاء الله هنتعلم في جزء من الكورس ازاي نكتب له كونتنت مناسب يطلعنا، يخلي الناس تشوفنا سواء على اي منصة من منصات جوجل، من منصات الاعلانات، لان احنا هندرس جوجل في بداية الامر. فعلشان نكون عارفين دي قنوات التسويق لجوجل في العموم برضو لازم نكون عارفينها. ان اول حاجة ال SEO اللي ازاي نحسن محركات البحث. جوجل ادز دي اللي احنا هنتعلم عليها بإذن الله السيشن القادم. اعلانات اليوتيوب، واحنا عارفينها اعلانات اليوتيوب اللي هي بتظهر خلال اليوتيوب، بتظهر من تحت ككلام وتضغط عليها تلاقي نفسك دخلت في موقع، او بتظهر في الاعلانات اللي هي كل 5 ثواني. كل دي موجودة.
جوجل بنعرف نعمله. الايميل ماركتنج اللي هي قلنا دي ام، ان انت تقدر تعمل على جوجل عبر البريد الالكتروني، واخدنا اسمه المرة اللي عدت. سوشيال ميديا ماركتنج، كل انواع السوشيال ميديا اللي كنا عارفينها عبر رسائل التواصل الاجتماعي او التواصل بشكل عام. فدي كلها برضو بإذن الله هناخدها بمعنى شكل أو بآخر أنواع الماركتينج. خدنا برضو الكونتنت ماركتينج والآب ماركتينج، التسويق عبر التطبيقات اللي احنا عارفينها، كل تطبيق بنعرف نسوق عليه ازاي. التالتة ان احنا ازاي نحلل أداة التسويق، تحليل أدوات التسويق، ودي اللي لسه هنقولها اناليتكس. لسه هنقول ازاي بنحلل أدوات التسويق. آخر واحدة اللي هي التسويق بالعمولة، إن أنا أعرف أسوق بالعمولة. كل دول من أنواع التسويق عبر جوجل، لأن جوجل بقت داخلة في حاجات كتير، أهو نظام التحليل على المواقع. أما دول الاختصارات لازم نكون عارفينهم، يو تي ده اليوتيوب، واف بي فيسبوك، تي دبليو تويتر، واي جي الانستجرام. وهنا جي دي ان اعلانات جوجل السورية، ان هي تظهر كصورة، ان هي تظهر كصورة مش كموقع، تظهر كصورة. ادوردز ده اللي بإذن الله هندرسها، نظام الاعلانات على جوجل. وادسنس نظام النشر، ننشر ازاي على جوجل بشكل عام. لحد هنا يكون السيشن بتاعنا خلص. الإعلانات دي لازم إن هي تتحفظ، أقصد المصطلحات دي لازم إن هي تتحفظ قبل ما نبدأ، علشان بعد كده مش هنستخدم بشكل أو بآخر، بعد كده مش هنستخدم الكلام اللي احنا بنتكلمه أو مصطلحاتها بالعربي، هنستخدم كل مصطلحاتها الإنجليش أو المصطلحات الخاصة بالماركتينج. فأنت لو ما عرفتهمش مش هتكون متابع، مش هتفهم احنا بنعمل الإعلانات ازاي، مش هتكون فاهم أي حاجة. فالمصطلحات دي لازم تتفهم. هما تو سيشنز مجرد نظري علشان نعرف ان احنا نطبق عملي. معظم الكورسات بتكون موجودة تطبيق عملي على طول، مش هتفهم. فهنحاول بقدر الإمكان نذاكر، بتدخلك دخل كويس جدا، فاجتهد. ألقاكم السيشن القادم.